السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أشطر طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنحل أسئلة تدريبات سلاح التلميذ على الدرس الثالث من الوحدة الثانية بعنوان الأماكن الخدمية في مدينتنا. احنا طبعا شرحنا الدرس وموجود على القناة، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل دروس المنهج وحل أسئلة سلاح التلميذ سنة رابعة. وهسيب لكم شرح الدروس اللي فاتت كلها مع حل أسئلة سلاح التلميذ، وكمان مراجعة كده بسيطة على الوحدة الأولى، كله موجود في الوصف تحت. يلا بينا نبدأ نحل السؤال الأول. التدريبات صفحة 101 و102 علشان اللي هيجيبوا دلوقتي الصفحات ويحلوا معانا. طيب السؤال الأول عندنا صح وغلط. رقم 1 بيقول لي المدرسة أحد الأماكن التي تقدم خدمات أمنية وصحية. الكلام ده صح؟ المدرسة بتقدم لي خدمة أمنية وصحية؟ طبعا غلط. المدرسة بتعلمني، يعني أنا بروح أدرس وكمان أتعلم مهارات وأقرأ كتب، الحاجات دي كلها اللي بعملها في المدرسة. إنما خدمات أمنية وصحية دي ملهاش علاقة بالمدارس خالص. يبقى رقم 1 عندي غلط. طيب رقم 2 يساعدنا الطبيب في الكشف المبكر عن الأمراض. صح، الطبيب هو اللي بيساعدني إني أعرف المرض اللي عندي بدري. طيب رقم 3 بتعمل الشرطة على حفظ الأمن وضبط المخالفين. صح، الشرطة هي اللي مهمتها تقبض على الناس اللي هي خارجة عن القانون، اللي هم المجرمين، اللي هم المخالفين، وهي برضو اللي بتحفظ لي الأمن في البلاد. طيب رقم 3 أذهب إلى السوق لشراء الحاجات والمستلزمات من الملابس والطعام. الكلام ده صح؟ أنا بروح السوق علشان أجيب مستلزماتي من ملابس وطعام؟ طبعا صح. طيب نيجي الرقم 5 المدرسة تساعد الأشخاص المحاصرين في انهيارات المباني. المدرسة هي اللي بتساعدني إن أنا أنقذ الناس اللي في بيوتها هتقع؟ طبعا غلط. أمال مين اللي بيعمل كده؟ مركز الحماية المدنية اللي هو الإطفاء. الناس دي هي اللي بتساعدني في إن أنا أنقذ الناس من المباني اللي هي يحصل لها انهيار أو فيها حرائق، اللي هي مركز الحماية المدنية اللي هي إيه؟ الإطفاء. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. يجب اتباع الإرشادات الصحية داخل المستشفى عند زيارة المرضى. طبعا صح، لازم أشوف الإرشادات اللي هي بتبقى متعلقة في المستشفى أول ما بدخل أو موجودة في غرفة المرضى علشان أتبعها وأحترمها وأنفذها. يعني بيبقى في إرشادات معينة لازم أشوفها وأبدأ إن أنا أنفذها عشان دي مستشفى، في حاجات معينة لازم تحصل. يبقى عندي رقم 6 صح. طيب رقم 7 نتعرف على تاريخ أجدادنا من كتب التاريخ بمكتبة المدرسة. هنقول صح. طيب صح ليه؟ لأن الكتب اللي هي موجودة في المدرسة جوه المكتبة، الكتب دي فيها حاجات كتيرة جدا عن أجدادنا الفراعنة والتاريخ المصري كله سنة رابعة، يعني بتعرفني فعلا على تاريخ أجدادي، يبقى صح. طيب السؤال اللي بعد كده تعمل الدولة على تطوير الخدمات الأمنية من خلال مبادرة 100 مليون صحة. هنقول طبعا غلط. ليه غلط؟ لأن مبادرة 100 مليون صحة دي ليها علاقة بالصحة، ملهاش علاقة بالخدمات الأمنية. يبقى هنشيل الخدمات الأمنية ونحط بدلها الخدمات الصحية اللي هي زي المستشفيات. طيب رقم 9 أنشأت الدولة العديد من الأسواق المتخصصة مثل سوق الجلود. صح. طيب رقم 10 ترشيد الشراء أمر غير ضروري عند ذهابنا إلى الأسواق. غلط، لأن في السؤال هنا بيقول لك أمر غير ضروري، لا هو أمر ضروري. المفروض إن أنا لما أروح السوق أشتري الحاجة اللي أنا محتاجها وبس، ما أشتريش أي حاجة كده وخلاص. يبقى لازم يحصل ترشيد الشراء، ده أمر ضروري مش غير ضروري. يبقى هنحط في رقم 10 غلط. طيب رقم 11 مكاتب البريد والأندية الرياضية من الأماكن الخدمية التي توفرها لنا الدولة. صح، دي من الأماكن اللي احنا بنحتاجها عادي في حياتنا. ممكن نروح النادي، ممكن نروح خدمة البريد نبعت حاجة لحد، يبقى دي من الخدمات اللي الدولة بتوفرها لنا، يبقى صح. طيب نيجي للسؤال التاني عندي. السؤال التاني عندي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي، يعني هنختار الكلمة الصح ما بين الأربعة. رقم 1 تقدم المدرسة خدمات ايه بقى؟ تجارية ولا تعليمية ولا أمنية ولا زراعية؟ المدرسة اللي احنا بنروحها بتقدم لي خدمات ايه؟ تعليمية، بروح هناك عشان أتعلم. طيب رقم 2 مبادرة 100 مليون صحة بتهدف إلى إيه؟ توزيع الطعام الصحي ولا الكشف عن الأمراض ولا حماية متضرري الزلازل ولا تعليم طلاب المدارس؟ طبعا دي خدمة صحية،
يعني دورها إن هي تكشف لي عن الأمراض. يبقى مبادرة 100 مليون صحة الهدف بتاعها الكشف عن الأمراض. طيب رقم 3، يعد من مهام مركز الحماية المدنية اللي هو الإطفاء، خدوا بالكم من الاسم كويس جدا، من مهامه إجراء العمليات ولا معاقبة المخالفين ولا إخماد الحرائق ولا بيع المنتجات؟ طبعا إخماد الحرائق، طالما إطفاء يبقى على طول إخماد الحرائق. طيب رقم 4، إصدار الوثائق الرسمية، من مهام مراكز الشرطة ولا المستشفيات ولا المدارس القومية ولا المحلات التجارية؟ لا، إصدار الوثائق الرسمية دي حاجة ليها علاقة بالشرطة، يعني مراكز الشرطة هي اللي بتطلعها لي، يبقى هنختار مراكز الشرطة. طيب رقم 5، نذهب إلى المستشفى للحصول على خدمة إيه؟ تعليمية ولا تجارية ولا أمنية ولا صحية؟ طبعا صحية، مستشفى يعني خدمة صحية. طيب 6، بتهتم الدولة بالتعليم من خلال بناء الأسواق ولا المدارس ولا المراكز ولا المطاعم؟ طبعا المدارس، أنا بروح المدرسة عشان أتعلم، يبقى هنختار في رقم 6 المدارس. طيب رقم 7، يجب عند وقوع حادث الاتصال فورا بإيه؟ يعني أنا لو شفت حادثة دلوقتي هتصل بمين؟ مركز الحماية المدنية ولا النادي الرياضي ولا الأسواق المتخصصة ولا مركز دعم المرأة؟ إيه الكلام ده؟ فيش أي حاجة من الحاجات دي غير مركز الحماية المدنية. أنا أول ما أشوف حادثة هكلم مين؟ رجال الإطفاء على طول، اللي هي مركز الحماية المدنية. طيب نيجي للسؤال الثالث، أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. رقم 1 عندي بيقول لي المكان الذي يقدم الرعاية الطبية والعلاج للمرضى هو، بيقول لي هقدم علاج للمرضى ورعاية طبية، يبقى على طول إيه؟ المستشفيات. شاطرين سنة رابعة. طيب رقم 2، يمكننا التعرف على حضارتنا العظيمة من خلال قراءة كتب، لسه قايلينها، كتب التاريخ. طيب رقم 3، يعد إنشاء المدارس والجامعات أحد جهود الدولة للاهتمام بالخدمات الإيه؟ التعليمية، طالما مدرسة وجامعة يبقى خدمات تعليمية. طيب 4، انهيارات المباني هي إحدى الحالات التي يجب أن نستعين فيها بمركز الحماية المدنية، تاني مركز الحماية المدنية. طيب رقم 5، توفير السلع والمستلزمات في الأسواق يعد إحدى الخدمات، خدمات إيه دي بقى؟ من الخدمات التجارية. شاطرين يا سنة رابعة، كويس. طيب السؤال اللي بعده، يجب علينا الحفاظ على نظافة المدرسة وعدم الكتابة على إيه؟ على إيه؟ مين فاكر؟ المقاعد والكتب والمكتبة بالمدرسة. يبقى يجب علينا الحفاظ على نظافة المدرسة وعدم الكتابة على إيه؟ المقاعد والكتب والمكتبة. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، رقم 7، أحد آداب زيارة المريض التزام إيه؟ الإرشادات اللي هي بتكون موجودة جوه المستشفى. طيب رقم 8، تنشئ الدولة الأسواق لمراقبة الأسعار ومنع الغلاء. الدولة بتراقب الأسعار عشان تمنع إن أي حد يغلي سعر أي سلعة، يبقى منع الغلاء. طيب نيجي للسؤال الرابع، بما تفسر. عايزين أهمية كل حاجة من دول، يعني مثلا رقم 1، الأماكن الخدمية في مدينتنا، إيه هي مهمتها الأماكن دي؟ مهمة هي في إيه؟ طيب الإجابة بقى تكون إيه؟ لتسهيل الحياة اليومية وتلبية الاحتياجات الأساسية. يبقى الأماكن الخدمية دي إيه مهمتها في حياتنا؟ بتسهل لنا حياتنا اليومية وتلبية احتياجاتنا الأساسية. طيب رقم 2، إيه أهمية وجود مركز شرطة في كل حي، يعني في كل مكان في المدينة بتاعتنا؟ لتقديم الخدمات الأمنية مثل حفظ الأمن والنظام وضبط المخالفين والخارجين عن القانون. 2، تنظيم المرور والنجدة وإصدار الوثائق الرسمية اللي هي زي إيه؟ شهادة الميلاد، بطاقات الرقم القومي وجواز السفر. يبقى تاني، إيه هي مهمة وجود مركز شرطة في الحي بتاعنا؟ لتقديم خدمات أمنية زي نقول مثل حفظ الأمن والنظام وضبط المخالفين والخارجين عن القانون وتنظيم المرور والنجدة وإصدار الوثائق الرسمية. طيب رقم 3،
ايه أهمية المدارس والجامعات التي تنشئها الدولة؟ ايه مهمتها؟ لنتعلم ونمارس الهوايات المفيدة، ونزور المكتبة التي تضم عديدا من الكتب مثل كتب التاريخ. يبقى تاني، ايه مهمة المدارس والجامعات؟ لنتعلم ونمارس الهوايات المفيدة، ونزور المكتبة التي تضم عديدا من الكتب مثل كتب التاريخ. طيب رقم 3، إطلاق الدولة مبادرة 100 مليون صحة. ايه أهمية المبادرة دي؟ هنقول للكشف المبكر عن الأمراض، للكشف المبكر عن الأمراض. طيب رقم 5، كتب التاريخ في مكتبة المدرسة. ايه مهمة كتب التاريخ؟ هنقول ايه؟ لأنها تحكي أو تعرفنا عن أجدادنا المصريين القدماء وحضارتنا العظيمة. يبقى تاني، لأنها تحكي عن أجدادنا المصريين القدماء وحضارتنا العظيمة. طيب رقم 6، ايه أهمية الحفاظ على المقاعد والأدوات الموجودة في المدرسة بتاعتنا؟ ليه مطلوب مننا ان احنا نحافظ على الحاجات دي؟ لأنها ملك لنا جميعا، لأنها ملك لنا جميعا، ان هي مش بتاعت أي حد فينا، لأ دي بتاعتنا كلنا، يبقى لأنها ملك لنا جميعا. طيب رقم 7، مركز الحماية المدنية الموجود في المدينة، مهمته إخماد الحرائق وإنقاذ الأشخاص المحاصرين في حوادث مختلفة مثل حوادث الطرق وانهيارات المباني. طيب تالت نقطة، تقديم الدعم للمتضررين من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل. ممكن نكتب ايه عشان الكلام ده كتير قوي؟ هنكتب إخماد الحرائق وإنقاذ الأشخاص وتقديم الدعم للمتضررين من الكوارث الطبيعية. طيب آخر سؤال رقم 8، مراقبة الدولة للأسواق. الكلام ده ايه أهميته؟ هنقول لمنع الغلاء. طيب نيجي للسؤال الخامس بقى، سنة رابعة، دلل على صحة ما يلي. يعني عايزين دليل على كل عبارة هنقولها دلوقتي. رقم 1 بيقول تهتم الدولة بتقديم خدمات تعليمية. ايه الدليل على الكلام ده؟ الدولة بتعمل ايه؟ إنشاء المدارس والجامعات وتعمل على تطويرها. يبقى تاني كده مع بعض سنة رابعة، تقوم الدولة ببناء المدارس والجامعات وتعمل على تطويرها. طيب رقم 2، تعمل الدولة على تطوير جهاز الشرطة. ايه الدليل على الكلام ده؟ هنقول تقوم بالتدريب المستمر. يبقى رقم 1 التدريب المستمر. 2 تحديث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في حفظ الأمن. يبقى أول حاجة التدريب المستمر. تاني نقطة تحديث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في حفظ الأمن. طيب رقم 3 تطلق الدولة المبادرات الصحية. ايه الدليل ان الدولة بتعمل مبادرات صحية؟ هنقول أطلقت الدولة مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض. يبقى الدولة عملت ايه؟ أطلقت مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض. طيب رقم 4 تتعدد المهام التي يقوم بها رجال الشرطة. طيب هو هنا دلوقتي عايز بقى دليل على المهام الكتيرة قوي اللي بيعملها رجال الشرطة دي. زي ايه؟ أول حاجة هنقول تنظيم المرور والنجدة وإصدار الوثائق الرسمية وتقديم خدمات أمنية مثل حفظ الأمن والنظام وضبط المخالفين والخارجين عن القانون. كل دي حاجات بتعملها لي رجال الشرطة. يبقى تاني تقديم خدمات أمنية مثل حفظ الأمن والنظام وضبط المخالفين والخارجين عن القانون وتنظيم المرور والنجدة وإصدار الوثائق الرسمية. كل دي حاجات بتعملها الشرطة. طيب آخر نقطة في سؤال دلل، اهتمام الدولة بالخدمات التجارية. الدولة اهتمت لي بالخدمات التجارية. طيب ايه الدليل على الكلام ده؟ هنقول قامت الدولة بمراقبة الأسعار بالأسواق لمنع الغلاء. طيب عملت ايه كمان؟ التأكد من صلاحية المنتجات وسلامتها. طيب تالت حاجة إنشاء أسواق متخصصة لبيع منتجات معينة مثل الجلود. يبقى تاني ايه دور الدولة باهتمامها في الخدمات التجارية؟ عملت ايه؟ عملت 3 حاجات: مراقبة الأسعار بالأسواق لمنع الغلاء، والتأكد من صلاحية المنتجات وسلامتها. 3 إنشاء أسواق متخصصة لبيع منتجات معينة مثل سوق الجلود. طيب السؤال السادس أجب عما يأتي. عايز لي ما المقصود بالأماكن الخدمية.
طيب يلا بقى مع بعض. هي منشآت مخصصة لتقديم الخدمات المتنوعة للناس لتسهيل حياتهم اليومية وتلبية احتياجاتهم الأساسية. تاني، ما المقصود بالأماكن الخدمية؟ هي منشآت مخصصة لتقديم الخدمات المتنوعة للناس لتسهيل حياتهم اليومية وتلبية احتياجاتهم الأساسية. بقى عندنا رقم 2 بيقول ما واجبك تجاه كل من. يعني انت واجبك ايه تجاه مدرستك والمستشفى والشرطة؟ ده بقى هنعتبره كده سؤال واجب السنة رابعة، تحلوه وتقولوا لي في التعليقات لو في اي حاجة وقفت معاكم. تمام؟ ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد في شرح الدرس الرابع من الوحدة التانية. وما تنسوش يا أشطر طلاب تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل دروس المنهج، وكمان حل أسئلة سلاح التلميذ. وهسيب لكم شرح الدروس اللي فاتت كلها في الوصف تحت عشان اللي حابب يدخل ويراجع على أي درس أو يحل أي صفحة في كتاب سلاح التلميذ.